استاذنا الكبير والغالي اللي دايما منورنا وما بنشوفوش الا كل فين وفين، استاذ مجدي البدوي. اولا برحب بحضرتك على جريده الحلم العربي. ربنا يخليك، ربنا يبارك فيك. ما شاء الله، يعني باع سياسي كبير لحضرتك وعمل نقابي وخدمي من نائب لرئيس نقابات اتحاد عمال مصر ورئيس النقابه العامه للعاملين بالصحافه والاعلام وامين عام مستقبل، امين عام عمال في المستقبل في حزب مستقبل وطن، والمقرر المساعد للجنه النقابات بالعمل الاهلي بالحوار الوطني. ما شاء الله باع كبير يا استاذ مجدي من زمان، يعني حضرتك متواجد دايما كده وكل بيستمتع بلقاءاتك وبحواراتك في اي مكان بتظهر فيه. ربنا يبارك فيك، ربنا يخليك. العمل النقابي صعب، مرهق. العمل النقابي اصل هو مبني على التفاوض ما بين العمال وما بين اصحاب الاعمال، وكل طرف من الاطراف بيبقى دايما ليه وجهة نظر، وكل واحد بيبقى دايما فاكر ان ده حقه مش حق الطرف التاني. فعشان تعمل التوازن او تقنع الاطراف بالتوازن بين الحقوق والواجبات، انا دايما اقول ان كل طرف من الطرفين سواء صاحب العمل او العامل له حقوق وعليه واجبات. ودايما احنا بننادي ان كل طرف لو التزم بحقوقه والتزم كمان بواجباته عمر ما هيبقى فيه مشكله بين الطرفين. عشان كده احنا دايما للاسف احيانا كثيره بتبقى ثقافه العامل او ثقافه صاحب العمل ما بتستوعبش ده، فعشان كده هنا تنشا المشكله. لكن المساله لو كل طرف اقتنع ان كل واحد ليه حق، وان كل واحد يقدر يقوم بدوره او يوفي التزاماته او يوفي الواجبات اللي عليه، بالتاكيد المساله هتختلف خالص، وكل طرف يعني مش هيصنع مشكله مع الطرف الثاني، بل بالعكس هتبقى المساله يعني اهدى من كده بكتير. كيفيه حل هذه المشاكل؟ القانون دي نمره واحد. يعني احنا لو لدينا قانون حاسم في كثير من الامور اللي تخص العمل، ما هو قانون العمل ايه وظيفته ايه؟ ينظم علاقات العمل ما بين العامل وصاحب العمل. تمام. لو احنا قدرنا من خلال صياغه هذا القانون او قانون العمل الجديد ان احنا نظبط المواد بتاعه القانون بحيث انها تبقى حاسمه في مساله، ما تبقاش حاجات مواربه تتحمل او تحتمل اكتر من وجهة نظر، بالتاكيد القانون هيبقى دوره مهم جدا في حسم هذه الخلافات. النقطه الثانيه زي ما قلت لك قبل كده ثقافه العامل وثقافه صاحب العمل. يعني انا حتى كمان المفروض ما اثقفش العامل لوحده، لا اثقف صاحب العمل نفسه على اعتباره ان هو طرف رئيسي في المساله. في اصحاب اعمال عندهم قناعات ان المال ماله، وهو اللي يمشي وهو اللي يقول وهو اللي يطرد وهو اللي يعمل وهو اللي يفصل وهو كل ده لان ده مالي. لا، لازم يقتنع أن العامل شريك له في النجاح، مش شريك في الفلوس. مش العامل شريك في الإنتاج، العامل شريك في إن هو يقدر يطلع لك منتج وكمية إنتاج بشكل كبير تغزو السوق لصالحك. فعشان كده أنت كل ما بتدربه وبتثقفه وبتعلمه بتديله حقه المادي، بالتأكيد هينتج لك أكتر. وبالتالي المسائل مشاركة في منظومة. انا شفت حضرتك تصريح عن القانون وتشريعات القانون. بالنسبه لقانون العمل، احنا خلال الفتره اللي جايه او بيناقش الان مشروع قانون العمل الجديد، ان احنا اي نعم بقى لنا 10 سنين بنناقش في هذا المشروع، لكن في النهايه قانون العمل المشروع الجديد ده احنا بنبحث ان هو تكون له فلسفه جديده. اصله اي قانون جديد بدون فلسفه جديده يبقى انت بتعدل في القديم. لكن عشان تعمل قانون خلال المرحله دي لازم يبقى ليه فلسفه جديده. طب ليه يكون ليه فلسفه جديده؟ القانون القديم اتعمل في ظل اوضاع مغايره، بمعنى ان القانون القديم اتعمل في وقت كان فيه التعداد السكاني اقل، سوق العمل اقل شويه، مش مفتوح زي دلوقتي. كان الحكومه هي اكبر صاحب عمل في مصر. كان عندنا شركات قطاع الاعمال كبيره وهي كتيره وهي اللي مسيطره على سوق العمل. كان القطاع الخاص ده اعداد صغيره، حاجه بسيطه. النهارده كلنا رايحين للقطاع الخاص، وبالتالي اصبح القطاع الخاص هو قاطره التنميه. طب ده جاي في ظل ظروف ان الشباب خايفين ان هم يشتغلوا في القطاع الخاص، فلذلك مفيش. وبالتالي احنا عايزين نطمنهم، فلازم القانون الجديد تكون فلسفته هي الامان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص. عايز اتكلم مع حضرتك في نقطه تانية فيما يخص طبعا مجال الصحافه والاعلام. دايما بنشوف كده
ايه الفرق ما بين نقابة الصحفيين الكبيرة والنقابة العامة للصحافة والإعلام؟ وما بنشوف يعني ايه مجادلات دايما كثيرة. بص، نقابه الصحفيين هي نقابه مهنيه تهتم بالمهنه، تمام. تهتم بالمهنة. بالمهنه. المهنة الصحفية. اما نقابه العاملين بالصحافه فتهتم بالعاملين في المهنه، بالعاملين. وهناك فرق. اه. كلام سليم. العاملين في المهنه هم مسؤوليه النقابه العامه، لكن المهنه نفسها مسؤوليه نقابه الصحفيين. دي جديدة دي. ها؟ الناس عايزة تسمعها تاني. نقابه الفارق الصحفيين ما بين النقابة الصحفيين ونقابه والنقابة العاملين. العاملين بالصحافة والإعلام. نقابه الصحفيين تهتم بالمهنه. بمهنة الصحافة. لا، لا، هي كمان اسمها نقابه مهنيه. مهنية. فتهتم بالمهنه نفسها اللي هي مهنه الصحافه. كلام سليم. ازاي تطورها، ازاي يعني ايه تعمل لها ضوابط جديده، ازاي وانت حضرتك كنت في لجنة المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام. في الهيئه الوطنيه في الهيئة الوطنية. انا كنت فتره من الفترات عضو فيها اه. في الهيئه. لكن نقابه العاملين تهتم بالعاملين بمجال الصحافة والإعلام. بمجال الصحافه والاعلام. يعني احنا شغلتنا عاملين بشتى المؤسسات. طبعا. ما هو الاعضاء عندي، وهي كل المؤسسات الصحفيه اعضاء هنا في ايوه انا النقابة. فاهم. الهرم، الاخبار كله والجمهورية. كله وحتى في القطاع في المؤسسات الثانيه زي اليوم السابع، زي الوفد، زي الاسبوع. يعني في كتير من المؤسسات الخاصه والحزبيه اعضاء هنا برضه، غير بالاضافه للمؤسسات القوميه. العمل الحزبي بقى والعمل السياسي وباع كبير للاستاذ مجدي البدوي، والتنهيده دي وراه كتير يعني. وجود حضرتك في حزب مستقبل وطن فيعني قيمه وقامه لحضرتك ووجود مشرف. احنا يعني انا انضميت للحزب يعني في فتره سابقه، وبحاول باجتهاد ان الحزب يكون ليه دور في يعني احنا كمان بنفهم عمالنا في فرق بين العمل النقابي والعمل السياسي العمالي. تمام. طب نشرح. طيب، العمل النقابي انت مهتم بمساله حقوق العمال في هنا او هنا او هنا. وظيفه النقابي تحسين ظروف وشروط العمل. تمام. طب السياسي بقى العمالي وظيفته ايه؟ انا النهارده عضو في حزب، الحزب بتاعي ده له اغلبيه في البرلمان، او حتى لو ملوش اغلبيه في البرلمان، انا عايز قانون العمل ده. المفروض احنا كحزب لينا وجهه نظر، او كامانه عمال لينا وجهه نظر في مشروع القانون. المفروض انا بنقل وجهه نظري دي للحزب، او لاعضاء مجلس النواب اللي هم موجودين داخل الحزب، يتبنوا وجهه نظر امانه العمال. وبالتالي انت بتبقى شريك في صنع القانون. لكن النقابي ما بيبقاش بالشكل ده، ما بيبقاش له قوه تاثير بهذا الشكل. خاصه في الفتره الاخيره احنا ممثلينا في البرلمان اصبحوا يعني يعدوا على صوابع اليد الواحده يعني كعمال. لكن الحزب الامر بيختلف، بيبقى ليه اغلبيه، بيبقى ليه عدد كبير بيبقى موجود، فبتبقى قوه تاثيره في صنع قانون جديد بتبقى اكبر بكتير من يعني ممثلي العمال في البرلمان. الحوار الوطني ولقاءات الحوار الوطني برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي له باع كثير، وله حوار كبير وحوار منشق والكلام فيه كتير، وحوار كبير وشيق، وحضرتك موجود في قلب الحوار الوطني. كيف ترى الحوار الوطني وهيودينا لفين؟ شوف، انا عايز اقول لك على حاجه. الحوار الوطني كانت فكره عظيمه جدا. تمام. بنؤيدها جميعا. وفكره خلق مساحات مشتركه بين الناس وبين بعضها، خاصه اصحاب التوجهات الفكريه المختلفه، ده شيء عظيم جدا. انت لو ما حدش يقدر يقول ان ده مع الدوله او ضد الدوله، لكن كل الناس عايزه الدوله تبقى كويسه، بس كل واحد بيبص بمنظور مختلف، ليه راي مختلف. طيب احنا لو قعدنا على ترابيزه واحده وتناقشنا مش ممكن نوصل لطريق واحد؟ تمام. او على الاقل نوصل لتوافق بنسبه 70%. طب ما يلا بينا. يعني هو ده اللي حصل في الحوار الوطني، ان ناس كتير كانت داخله متخوفه جدا وشايفه ان المساله مفيش. النهارده لو جيت قعدت مع الناس اللي شاركت او كانت بتدير لجان معانا، المساله بالنسبه لهم مختلفه خالص. ليه؟ لان هم شافوا ان الحوار ممكن يجيب نتيجه او يحقق هدف. ايه النتائج والاهداف اللي وصل لها الحوار الوطني؟ يعني يكفي ان الحوار الوطني ساهم بشكل جزئي في خروج مجموعه كبيره من الشباب من البتاع. يكفي ان الحوار الوطني بيناقش كل القضايا المهمه اللي هي الدوله بتشوف انها محتاجه نقاش حقيقي، فبتروح الحوار الوطني.
كل القضايا اللي هي فيها نقاش بجد بتروح الحوار الوطني، والحوار الوطني بيناقشها، او كل اطراف اعضاء الحوار الوطني بيناقشوا، وبتنتقل بعد كده للجهات الرسميه يعني. لاصدار قرارات. اه طبعا، لان احنا لا مجلس تشريعي ولا لا، ده بناخد مكان حوار، ده يعني حوار، ده الحوار الوطني. نقاش، ده الحوار نقاش. الوطني ما بياخدش دور اي حد. اه، هو لقاء تجمعي بنناقش فيه عدد القضايا زي ما حضرتك بس كده وصلتها. وبنقدم اقتراحات للجهات المسؤولة، هي بقى بتتولى المسألة، بتشوف ما هو يصلح تشريعي وما هو يصلح قرارات بنقدمها للحكومة، والحكومة تتصرف فيها كيفما تشاء. لكن احنا دورنا بننور النور، بنقول ده ينفع كذا، لا ده ما ينفعش كذا، ده كذا، ده كذا، وبالتالي وبيطلع من عندنا كده. الحكومة لها ما يعني ايه، يعني من حقها ان هي تعمل الدور المطلوب منها. وانا متواجد هنا مع حضرتك في مبنى اتحاد نقابات عمال مصر. عاوزين نطمن عن النقابه العامه للعاملين بالصحافه والاعلام، اللي لها اعضاء كتير على مستوى الجمهوريه، واللي لها باع كبير ولها شق يعني اعضائي كبير جامد جدا. شوف احنا دايما بنتواصل مع اعضائنا في كل مكان، بنحاول نشوف مشاكلهم، بنحلها، بنشوف مطالبهم ايه، بنشوف ازاي نقدم لهم خدمات اجتماعيه، بنشوف ازاي نقدم لهم خدمات نقابيه. كل ده، بص عايز اقول لك على حاجه، احنا عندنا في النقابه هنا 5 قطاعات. عندي صحافه، عندي طباعه، عندي اعلام، عندي ثقافه، عندي اثار. كل فرع من دول له طبيعة مختلفة عن الفروع الأخرى. تمام. وبالتالي أنت بتتعامل مع 5 شخصيات اعتبارية، وبتحاول تتفهم توازن. طبيعة كل مهنة أو كل كل عمل أو كل مؤسسة كل أو فرع كل من دول، اتجاه. عشان خاطر تقدر تتكيف معاهم، وتقدر كمان تساعدهم تتفهم مشاكلهم، وتقدر تحل مشاكلهم. والحمد لله الأمور ماشية بشكل جيد جدا داخل النقابة والجنة النقابية، وفي حالة استقرار بشكل كبير جدا في مسألة حل المشاكل، والأمور أحسن بكتير من الأول يعني، الحمد لله رب العالمين. شكرا أستاذنا الكبير والفاضل، والواحد دايما أنا بعتز يعني بحضرتك شخصيا أستاذ مجدي البدوي، ربنا يخليك. وتشرفنا بحضرتك على جريدة الحلم العربي طبعا، يعني بتاع جورنال حضرتك طبعا، وأنت ومكانك ودنيا، ويعني إحنا سعداء جدا بوجودك حضرتك معانا على جريدة الحلم العربي. الله يخليك. الله يخليك. شكرا.